لو انت تعبتي ان انت تكوني تعبانه جسديا وذهنيا وعاطفيا وجربتي اللف على الدكاتره وخدتي ادويه بعدد شعر راسك وجربتي وصفات من عند العطار من على الفيسبوك من على التيك توك من على الانستجرام من على جول من على كل دول ومفيش حاجه جابت معاكي نتيجه، فالحلقه دي ليكي واحتمال كبير انك تلاقي اجوبه على اسئله كتير عندك، لان ضيفتنا النهارده رسالتها نتعلمك ازاي تسمعي لجسمك وتوصلي لي انسجامه الداخلي اللي بالتالي يوصلك للتوازن والشفاء من جوه لبره. ازيكم حلوين؟ انا ديانا وده ديانا شو. هتكلم فيه معاكم في مواضيع كتيره ومختلفه ومتنوعه، بس دايما هيكون الهدف منها خلق حياه اجمل واسعد واحلى واظرف لينا واللي حوالينا. هتعلم منكم تعلموا مني، ويا رب اكون عند حسن ظنكم بيا. يلا بينا. ضيفتنا النهارده دكتوره حاصله على بكالوريوس في الصيدله، ماجستير في الصيدلة السريرية، وبتحضر دكتوراه في الأيروفيدا اللي هو الطب الهندي الشمولي، وهي كمان معالجة مرخصة في الأيروفيدا. not only but also حصل على دورة تدريب في السي بي تي اللي هو Cognitive Behavior Therapy، السلوك المعرفي الفردي. ساعدت أكتر من 500 شخص على الشفاء وعلى أنهم يرجعوا التوازن الداخلي لنفسهم ولحياتهم عن طريق دمج الطب العلمي الحديث وحكمة الأيروفيدا القديمة. حلقة النهاردة مش مقتصرة على معلومات علمية بس، دكتورتنا رحلتها فظيعة وشيقة وجميلة وتستحق ان الواحد يقعد ويسمعها، ان هي ازاي وصلت للصيدلة وازاي وصلت من الصيدلة لحد الايروفيدا اللي هو الطب الهندي. هنتكلم عن جوانب إنسانية وعوائق ومشاكل ضيفتنا مرت بيها عشان تدينا خلاصة معرفتها النهاردة. حلقة في منتهى الجمال عشان نوصل للزبدة والخلاصة اللي انت هتسمعوها معانا النهاردة. خليكم معانا، الحوار بصراحة ما يتفوتش. دكتور ريدان حسن، نورتينا وشرفتينا. انا مبسوطة جدا ان انت معانا النهاردة. شهادتي فيكي مجروحة، يعني انا ببص على الكواليفيكيشن اللي عندك، يعني ما شاء الله. انا عارفة الانترودكشن اللي انا قلتها مش كفاية وقليلة جدا عليكي. شكرا، هذا من لطفك. أنا أصلا سعيدة أنه على المستوى الشخصي بنعرف بعض الحمد وعلى المستوى المهني كمان بقينا نعرف بعض. ربنا يخليكي. انا عارفه ان النهارده الابيسود هيكون مفيد لناس كتيره وبخصوص الستات، عشان عارفه ان مش الهيلينج بتحملها في جسمها اكتر من الرجاله. صحيح. دلوقتي عايزين نبدا من الاول خالص. ناس كتير عايزه تعرف انت منين، انت منين، ايه اللي وصلنا لحد هنا، ايه اللي دخلك الصيدله، ازاي جيتي من باك جراوند علميه بحته ودخلنا بقى في الطب الهندي. انا كنت بقول له وهو بقول له عندي مقابله مع دكتوره في الطب الهندي. قال لي يعني ايه طب هندي؟ قلت له بس تطلع الحلقه واتفرج عليها. الدنيا. اتفضلي، مش هاقول لك دلوقتي عشان مش عايزة أحرقها. أنا سعيدة إنه هيك إنك أنت كمان interested بالموضوع، لأنه أنا كمان interested باللي interested بالموضوع. مرات بتلاقي الإنسان either مش جاهز أو بتلاقيه مش مستعد إنه يتعرف على حاجة جديدة قديمة، أو بيخاف من الأشياء اللي بقينا نسمعها تكون relevant أكتر للسوشيال ميديا وللترندز، ويمكن ما تكونش حقيقية، ويمكن مش بتناسب كل الناس، ويمكن في ناس بخافوا كمان انها تتداخل مع معتقداتنا ومع المكان اللي بنعيش فيه او البيئة اللي بنعيش فيها. علشان هاي الاسباب بالذات بعتبر حالي اني قطعت شوط كويس، بس لكن لازلت كتير interested وكتير مصرة على إنه يصير في awareness أكتر عن الموضوع. يعني هذا هدفي الأول قبل ما هدفي إنه تكون كارير أو حتى إني يعني أوصل لعدد أكبر. أنا هدفي إنهم بالأول يعرفوها وبعدين هم ياخدوا القرار إنه هم عايزين ياخدوا هذا اللايف ستايل ولا ما بدهم اياه، او انه هل ممكن انا يناسبني او انصح حد فيه، او هل اكون انا مقتنعة بدون شك بهاي الامور او لا. تمام. أنا دلوقتي من اللي أعرفه عنِّك على المستوى الشخصي، أنتِ كنتِ من الأوائل في الفصل عندنا والناس اللي كنت أتطلّع ليهم، ربنا يحميكِ، حبيبتي وكنتِ من تسلمي. الأوائل برضه على الجامعة بتاعتِك. أنتِ جاية رح اخبرك شوية قولي لي اشياء. بقى، قولي لنا بقى أنتِ إيه اللي خلاكِ تختاري صيدلة، إيه اللي خرّجِك من الصيدلة؟ طبعًا أنا عارفة إن أنتِ ما خرجتيش، يعني دلوقتي أنتِ بتدمجي، فأنا عايزة أعرف التفاصيل دي عشان أنا متأكدة إن المشاهدين بتوعنا عايزين يعرفوا أنتِ منين، إيه الprocess اللي أنتِ مرّيتِ فيها ما بين ذهنيًا وجسديًا وظروفيًا اللي وصّلتِك لكده. أنا لاحظت حاجة إن إحنا كبني آدمين دايمًا interested في الback story بتاعة كل حد، فالback story بتاعتِك مهمة لينا جدًا. ليه؟ علشان أنا متأكدة يعني 100% 200% إن في حد كان مَر بظروف أنتِ مرّيتِ فيها ويقدر يعني يحدد يقول لأ، ده طَب إذا هي كانت مرّت في ده فيبقى ليّا أمل. فأنا
عايزة الناس to relate ويعني يعرفوا إيه حكايتِك ويقولوا you know what أنا مش لوحدي، صحيح. فدي مهمة، فعايزين نسمع حكايتِك إن معاكِ المايك. أنا ما عنديش حاجة متخبية الحمد لله، فحاكلمِك يعني بصراحة، ولأنه أنا كمان عندي إيمان إنه ما في إشي بيصير صدفة، وأنا متأكدة إنه الأشخاص اللي حيحضروا هاي الinterview يكون مش صدفة حضورهم إلها يعني ومتابعتهم للقصة. وبعدين يعني أنا بقيت كمان يعني عندي إيمان أكبر إنه كل واحد فينا يحامل قصته وجاي. يعني أنا كتير صار مارق علي ناس أنا ما باحبش أسميهم مرضى ولا باحب أقول لهم my clients، يعني sometimes I say clients، بس برضه أنا باحب أحكي إنه هم أصدقائي أو هم أشخاص جمعتني فيهم قصة معينة، وساهمت أنا برحلتهم الدنيوية، وهم برضه كمان ساهموا بتطوري أنا، بتطور مهنتي صح، صح. وبتطوري أنا إنسانيًا. إحنا بقينا متواصلين أوي من ناحية السوشيال ميديا والتكنولوجيا، بس بعيدين أوي من ناحية الأرواح ومن ناحية كل واحد عم يخفي شو جواته أو الجانب اللي عنده معاناة فيه. تعلمت برضه كمان ديانا أنا بهاي الفترة إني ما أستخفش بأي معاناة لحد. يعني الحاجة اللي أنت شايفاها معاناة أنا يمكن أشوفها إنه مش معاناة أبدا، لكن لأني يعني دخلت قلوب الناس ويعني حاولت إني أشعر معاهم. كل واحد عنده ظرف وعنده ظروف حياتية أو بيئية محيطة فيه بتخليه إنه يكون عنده هالمعاناة بهذا القدر. فنحن يعني ما بحق لناش إحنا كحد بيستمع لمشكلة حد إنه يقلل من قيمتها أو يقلل من قيمة المعاناة. فعشان هيك حبدأ وأحكي لك عن تجربتي الخاصة، اتفضلي. وبتمنى إنها تكون ملهمة يعني. وطبعًا أنا عشان أنا سمعتِك اتكلمت معاكِ، فوقتها لمّا إحنا اتكلمنا مع بعض وقعدت بيني وبين نفسي أفكر I'm like واو! بجد يعني الحاجات اللي أنتِ عديتِ بيها وكمان تغيير الlocations والحاجات طبعًا مش عايزة أحرق القصة عشان عايزة نسمعها منِّك أنتِ أحسن. فعلًا زي ما أنتِ قلتِ ما فيش حاجة بتيجي في حياة الواحد صدفة، وأنا دايمًا يعني مؤمنة بحاجة إن ربنا حطّنا هنا، كل واحد ليه رسالة، كل واحد عنده mission وظروف ربنا بيهيأ لك الظروف اللي حواليك عشان توصل للmission دي بتاعتك. أحيانًا بتبقى أنا متخيلة إن حاجة وحشة الحمد لله أنا باقول الحمد لله ما فيش حاجة وحشة بتحصل لي، كل حاجة بتحصل لي بت بت بتحطّني على الطريق المفروض أمشي عليه. فأنا متأكدة إن ناس كتيرة مرّت بظروف صعبة أو مرّت بحاجات مش لطيفة، لمّا تسمع مثلًا في حد تاني مَر في الظروف دي وشاف النور at the end of the tunnel بتفرق كتير. you know what لأ يبقى أنا ربنا بيحضّرني، ده مش بس ابتلاء، لأ ده ربنا بيحضّرني عشان حاجة أكبر. فأنا متأكدة طبعًا مش من حكاية إني متأكدة، أنا شايفة مثال حي يعني اللي حصل معاكِ والظروف اللي أنتِ مرّيتِ بيها والhardships دي كلّها وصّلتِك للمرحلة دي عشان أنتِ عندِك mission إن ناس يعني تتشافى، توصل للحاجة اللي هي عايزاها، توصل لأحسن version من نفسها. عشان كده أنا باقول الback story جدًا، جدًا مهمة. صحيح، صح. باحب بس إني يعني كمان أنا أنوّه إنه أنا كمان مرّيت بهاي الفترة وفترات صعبة، وكانت تضل عندي flashbacks وكانت تجيني بالأحلام، وكان عندي الbuilt in concepts إنه أنا مش محظوظة وأنا دايمًا أنا ماشية كده والتيار ماشي كده. لحديت ما قررت وأخدت القرار إنه to accept what had happened. يعني خلاص هو صار وانتهى. بس ده مش معناته إنه أنا كل حياتي حكون هيك، لأ أنا هلأ تطلُّعي لبعدين، هو بالوقت المناسب، يعني اللي بييجي بالوقت المناسب، وما فيش حاجة إني أنا كبرت وأنا صرت عمري هالقد وأنا كذا، لأنه إذا أنت متطلّع للحياة يعني حتكون بتنظر إلها بطريقة تانية. فرح أبدأ أحكي لِك أنا من وين. أنا لبنانية الأصل، من أب وأم لبنانيين، وكنت أنا الطفلة الأولى. يعني أنا عايزة أقول لِك إنه أنا والدي الحمد لله إن شاء الله يعطي العمر للجميع، هلأ تعدّى ال70 سنة والحمد لله ما زال هو بيشتغل وأم كمان مرق عليها كتير ظروف. يعني ماما إجت من الحرب مباشرة من لبنان، واو! حتى العرس يعني ما قدروش يعملوا العرس بلبنان نفسها، لأنه ما كانش في مجال للأعراس، يعني كانت العرس كلّها عقاد. الكلام ده كان في التمانينات وقت الحرب الأهلية بالضبط، العالمية. ده كان واو! ب83 exactly. بعد سنتين أنا جيت كان حلمي إنه أدخل جامعة يعني وأدخل الحاجة اللي أنا عايزاها.
أنا كنت حابة الطب. بعد ما طلع المعدل والحمد لله كانت المعدلات عالية، كان معدلي عالي، جيت لحتى اشتريت الطلب يعني حتى وبدي أقدم على الجامعات، قالوا لي أنت مش أردنية. قلت لهم سو وات يعني؟ قالوا لي الغير أردني ما لا يحق له إنه يدخل بالجامعات الحكومية، فإلا في مساق واحد. حتى وقتها ما كان بيسمح لغير الأردني يدخل اللي بنسميه هلا الموازي، كان بس في البرنامج الدولي. يعني ايه الموازي؟ الدولي موازي اللي هو مش يعني انت بتدفع اكتر شوية، بس انه مش زي اللي جايب معدل وهو اردني، هذا الموازي. مم. اوكي، لكن طبعا الدولي انا عايزه اوضح حاجه. طبعا انت مولوده في الاردن وعايشه كل حياتك في الاردن، مظبوط. ولكن تعتبري انا غير مواليد اردنيه. الاردن ومن اول ما صحيت على الحياة وانا بعرف انه اهلي بيحاولوا يحصلوا على الجنسية وانا الاردنية، كمان لكن برضه، صعب جدا. لان انا كمان اه. امي اردنيه مولوده في اها. الاردن، ولكن انا اتبع جنسيه الاب. ما هي هاي، مع اني يعني انا بوقت من الاوقات كثير انا كان يعني ولا زلت طبعا اكيد عندي ولاء وعندي طبعا انتماء للبلد اللي عشت اكيد فيه يعني. اكيد. قبل حسيتها انه لا، ده في ظلم كثير وفي يعني حرام انه انا يعني بنت البلد اكثر من بنات البلد، يعني انا عشت فيها اكثر وانا عندي ولاء للبلد ده. فلما صار هيك معي قالوا لي ما فيكي غير تسجلي دولي. البرنامج الدولي هو بيجوا عادة الطلاب من خارج الأردن اللي بيكونوا غير أردنيين وبيدفعوا بالدولار بوقتها. هذا عم بحكي لك قبل يعني بال 2003 الحكي هذا. بيدفعوا بالدولار، كان بوقتها يعني كيف اللي بيدفع 2 دولار والثاني بيدفع 100 دولار يعني فرق قد هيك يعني عن جد literally. واو. فصراحة ما كانش يعني قدرتنا يعني المادية لأهلي ولا يعني أنا كنت حطلب الطلب ده لأنه في لسه وراي أخويا وأختي وأبوي، يعني معتمد كل الاعتماد على نفسه، على تعبه هو، مش تقولي مستثمرين، مش تقولي كذا. المهم أخذت قرار إنه أنا مش حكمل بالفصل الأول لأنه خلص راح وقت التسجيل وإحنا بنسأل وإحنا بنفكر وإحنا بنشوف إذا ممكن أخذ استثناء أو أي شيء. قلت لهم أنا حقعد بالبيت. فكان في جارنا الله يرحمه، هو كان عميد بجامعة الإسراء الخاصة، عميد لكلية العلوم الإدارية. لما عرف إنه أنا مش عايزة أخذ الفصل الأول طلع لعندي وقال لي عمو يعني حرام تضيعي فصل من عمرك، لأنه هذا بتحسي فيه بعدين إنه كل يوم مهم إلك وكل فصل يعني بيعني جزء من حياتك، فسجلي صيدلة بجامعة خاصة وبعدين إذا زبطت معك بترجعي بتنقلي طب. فلما رحت عشان يعني أحط ورائي، كمان كانت الجامعة بلشت يعني اوريدي بلشوا دوام الطلاب. فرحت قدمت، عرفني هو الدكتور حربي عرقات، عرفني على المدير الجامعة وعلى سكرتيرة مدير الجامعة. فوقتها قالوا لي بالفترة هديك ما كان في طب بالجامعات الخاصة، هذا أولا، وثانيا كان يعني نظرة العامة إن الطالب اللي مش شاطر هو اللي بيروح على الجامعة الخاصة، أو الطالب اللي جاي من برا الأردن وعايز ياخد شهادة فكانوا بيعطوه حاجة زي استثناء. يعني هون مثلا كانوا للي بده يدخل صيدلة مثلا مستحيل يدخل لو يعني شو مكان، إذا كان أردني، إذا كان معدله أقل من 80. لكن إذا كان مش أردني فأنت بتاخد يعني هذا الاستثناء من سفارة الدولة اللي أنت فيها وبتدخل صيدلة عادي. لو جبت 51 يعني هم أنت حر، اعمل اللي أنت عايزه ببلدك لما انت تروح معدلك يعني. كان في كان البرنامج؟ معدلي 95 يعني هاي الصورة كانت هي الصورة العامة. يعني أنا قبلت بالحل هذا، يعني شوفي ما أحسنني قلت إنه قبلت، لا كان حل الوحيد صراحة، مش أنا اللي قبلت يعني، بس بالعكس أنا كتر خيرهم قالوا لي إنه حنديكي خصم 50%. فقلت خلاص يلا كويس، والصيدلة قريبة من الطب وأنا أصلا أوريدي كانت علاماتي كاملة بالكيمياء فقلت يلا كويس بكمل أول فصل وبكون بهذا الفصل عم براسل جامعات تانية وبشوف بلكي قدرت اخذ استثناء، بلكي قدرت اعمل شيء. رحت بديت اداوم، فانا انصدمت صراحه صدمه حياتي مع احترامي للجميع، بس هذا كمان كان درس إلي يعني، اني لقيت الطلاب من مستوى علمي كتير اقل من مستواي. طبعا ليش بقول لك انا يعني تعلمت درس؟ لانه بالاول انا افتكرتهم انهم هم يعني انه يعني ده يعني اسفه بالكلمه انه ده مش مستواي انا، بس بعدين بقول لك دلوقتي انا عارفه. احنا الميريت عندنا البوبيولار كيدز اللي هم اللي علاماتهم عاليه،
فالطبقية عندنا بتيجي من الناحية دي، من ناحية إن أنا أكاديميًا أنا أذكى منك. بالضبط، بس أنا إمم. باقول لِك أنا أخطأت، يعني أنا باعترف بخطئي، بس أنا باقول يعني يمكن لإنه كان عمري صغير، فأنا دخلت صراحة بهذا الأسبوع الأولاني انصدمت هاي الصدمة اللي إنه خلّتني إني أحس أهلي إني I don't belong، يعني ما بانتميش للمجتمع هذا أولًا. ثانيًا ما كانوش معظمهم أردنيين، وأنا صحيح كمان أنا مش أردنية، لكن أنا كنت يعني جدًا ما بتميزنيش أصلًا صح، إنه صح، عن صح. غير إمم. الأردنيين. والشغلة الثالثة باتذكر هي هم شغلتين صاروا. الشغلة واحدة منهم كنا بchemistry general chemistry بsession أو lecture. وقتيها الدكتور سأل كم حاجة فجاوبته كم حاجة أنا ورا بعض، فقال لي وقفي وقفي قلت وقفت. فقال لي أنتِ من وين جاية؟ قلت له أنا هيك هيك. قال لي أنتِ حرام تكوني هون. فبس قال لي هيك، يعني بتعرفي كيف زي اللي بيفتح الجروح، بديت أبكي. فوقتيها ده كان يعني أول موقف خلاني أحس إنه يعني مش بس أنا اللي شايفة إني أنا I don't belong، إن الناس شايفيني I don't belong، إني أنا مش من المكان ده. الحاجة الثانية كان في امتحان لمادة اللغة الإنجليزية، عشان اللي بينجح فيه بيعفوه من الإنجليش اللي هو بيسموه تمهيدي I think أو إشي، يعني مش 101، لسه أقل من 101 يعني. فأنا لما دخلت الامتحان يعني دخلت وأنا مش عارفة إزاي دخلت، ولا عارفة إذا أنا حفضل ولا عارفة أي حاجة. فجاوبت الأسئلة كده وبربع ساعة وطلعت يعني. بس أنا ما كنتش كتير مهتمة، أنا بقولك بكل صراحة، لأنه أنا كنت عارفة أن أنا مش حافضل هنا، يعني خلص أخذ القرار هذا، يعني إذا كملت هذا الفصل اللي بعده مش حضرني أبدا. في نفس هذا اليوم اللي حكى فيه معي الدكتور قال لي هيك، نادتني واحدة من البنات اللي كانوا معنا بالقاعة، قالت لي أنت اسمك رزان حسن؟ قلت لها قالت لي اسمك مكتوب بكلية الآداب. فرحت لقيت إنه هم مختارين طالبين فقط من كل الجامعة، عشان برضو كمان يجتازوا ال 101 لأنهم جابوا أعلى من 90. فكان اسمي أنا وشاب. برضو كمان حسيت حالي بالظلم أكتر بدل ما أنبسط، يعني حسيت إنه أنا I don't belong. أنا جات أنا كلهم يقولوا لي أنت إزاي يعني جبتي أعلى من أصلا الجامعة ما بتديش يعني الأوبشن ده، بس لأنه فوق ال90 فقالوا لي أنت معفاة من ال101. فده كمان كان سبب إنه يا رب تسامحني، يعني إنه يضايقني أكتر مش يسعدني. ما كنتش مبسوطة بالنجاح ده. إجت اللحظة الحاسمة ورحت كنت بمشي على المكتبة، هذا اللي حكيت لك إياه المرة الماضية. أنا كنت ماشية باتجاه المكتبة وبتطلع بالأرض، بس يعني كنت أقضي وقتي هناك، لأني أنا مش عايزة لا صداقات ولا تعارف ولا أي حاجة. فوقتيها مشيت قلت كل دول ساينز إني لازم أترك الجامعة، أنا مش من هنا، أنا مش حضرني هنا، مش هفضل هنا. كان يوم خميس. حملت كتبي وطلعت، روحت على البيت. قلت ماما أنا مستعدة أجلي وأغسل وأطبخ وأعمل كل حاجة، بس بليز مش عايزة أرجع المكان ده. أنا ما بنتميش للمكان ده. ويعني ربنا عم يعطيني يعني إشارات إني أنا مش لازم أفضل. يعني شوفي أنا فهمتها إزاي، وربنا كان عايز إنه أنا شو أفهم. قالت لي ماما خلص يعني الموضوع مش تعذيب، بس خليني أحكي مع السكرتيرة، لأنه هو في رسوم تسجيل بالبداية أول ما تسجلي. وقلت لك يعني أهلي كان وضعهم على قدهم، يعني فهم هدول الرسوم يعني كانوا بالنسبة لهم يعني كتير كتار، ودول مش مستردين. قالت لي بس خليني أحكي معها أشوف إذا ممكن نسترد لو نص المبلغ أو كذا، وبرضه كمان احتراما لهم يعني لأنهم يعني وافقوا وقبلونا وأعطونا الأوفر ده. كلمتها قالت لها هي بنتك يعني ما حبتناش مع أننا حبيناها. قالت لها معلش خليها على خاطرها وكذا وخلص، يعني ربنا يمكن مش عايز لها أنها تدرس، وخلينا على هي اللي اختارته وتستنى للفصل الثاني. قالت لها أوكي بس أعطيني مهلة للأحد علشان أشوف لك إذا بقدر أرجع لكم جزء من الفلوس اللي دفعتوهم. فأنا خلاص أخذت قرار وارتحت لقراري، وأنا خلاص مش مشكلة 3-4 أشهر تروح من حياتي. ويوم الجمعة أنا اللي طبخت، ويوم السبت أنا اللي جليت. وكان خلاص إني أخذت القرار ده. يوم الأحد أنا نايمة، يعني مش رايحة للجامعة ولا إشي. اتصلت سكرتيرة رئيس الجامعة بماما وقالت لها إنه رئيس الجامعة بيقول لها لرزان تعالي خدي خصم 100% وما بتدفعي ولا إشي لمدة 5 سنوات. فقط تدفعي رسوم المواصلات. وكانت وقتها 50 دينار يعني، بس على شرط إنه ما ينزلش معدلك التراكمي عن 85. ماشي، وجبتِ كام بقى؟ فأنا تخرجت 96. ما شاء الله. الحمد لله.
طبعًا كمان بكيت شوي. بس لكن بعد ما بكيت يعني وهديت، قُلت ده معناته إنه رب العالمين عايز ينقذ أهلي يعني، فإذا هو عايز ينقذ أهلي أنا كمان مش عايزة أنقذهم، يعني ده حتكون أنانية قوية، يعني ما فكرتش غير بالحاجة دي، بس خلاص شِلت بقى من بالي الطب، وشِلت من بالي السفر، وشِلت من بالي أي شي تاني. قُلت خلاص يعني 5 سنين وبيمضوا كيف ما كان. رُحت أول يوم كنت باعيط، تاني يوم كنت باعيط. بديت يعني أعطي مجال آخُد وأعطي مع الناس، وهناك طبعًا الجميل بالجامعة الخاصة وباتمنى إنه يكون لساته هذا الوضع، إنه هم لإنه عددهم مش كبير فأنتِ تُعرفي كاسم، أنتِ لا تُعرفي كرقم، فأنا من أول الحمد لله فصل اتميزت، يعني كانوا الدكاترة خلاص عرفوني، كان بدأ دفتري يتنقل تتصور الكراسات اللي باكتبها أنا وييجوا تشرحي لنا درس كذا وهذا، وأنا أحس حالي إني يعني عم باستعيد ثقتي بنفسي، وبعدين لقيتهم لذيذين. حبيتهم فعليًا، وفعليًا عشان أكون يعني جدًا حقانية، هي كانت أسعد 5 سنين بحياتي. كانت أسعد 5 سنين بكل معنى الكلمة، نعم. واتعرّفت عليها على أحسن ناس اتعرّفت عليهم بكل حياتي، مع احترامي لجميع الناس اللي اتعرّفت عليهم بحياتي، كان كل يوم إله معنى، وكان ما عنديش مشكلة إني آخُد كل محاضراتي 8 وأروّح 5:30 قد ما كنت مبسوطة بالجامعة، لمّا أعطيت فرصة للناس إنها تعرفني وإني أعرفهم، وكانوا ناس تعبانين على نفسهم وكان عندهم تقدير إلي وأنا كنت مقدّرتهم بنفس الوقت. يعني أنا كان بالأول الموضوع بيغذي الإيجو، بس بعدين بقى لأ، بقى friendly كتير يعني الموضوع، بقينا عيلة بجد. بعدين بدأوا الدكاترة كمان أتعرّف عليهم وأعرف ده اللي جاي من إيطاليا وده اللي جاي من إسبانيا وده اللي جاي من الأردن أصلًا وده، فيعني هم حبوني وأنا حبيتهم أوي، صرت يعني معروفة بالجامعة، وبعدين صار إلنا our activities مع بعض، وبنروح مع بعض نطلع رحلات وأيام الامتحانات كلهم بياخدوا دفاتري، وبتفاجأ بدفاتري معلقة بالكوريدورز وبتتباع وكذا، كان أجمل حاجة يعني إن شاء الله يعني هالأشخاص والله زي دفاترك بتتباع، طب أخدتِ نسبة على الأقل؟ ما أخدتش نسبة، بس كنت آخدة خصم. آخدة صح، 100%. صح، 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 تاخدي 100%. في وقتها كان شخص صدقًا أنا ما باتذكّر اسمه، بس باتذكّر إنه اسمه أستاذ داوود، كان كبير بالسن شوي، كان هو بعمادة شؤون الطلبة، فكان هو كان بالسنة الأولى اللي دخلت فيها الجامعة، بدأ ينظّم فعالية جميلة اللي هي كان اسمها إنه تقدير الأول على كل كلية بعيد الأم، أنتِ عارفة السمستر يعني بيخلص تقريبًا نُص واحد يعني بجانيوري، فبشهر بمارش بيكون في التكريم لأمهات الأوائل، فأنا الحمد لله كل السنوات كنت أكون ما شاء الله. آجي أنا وماما تتكرم ماما وقتيها، لحديت السنة الأخيرة. السنة الأخيرة أخدت التكريم مع ماما، وده كمان باقول لِك يعني كان له دور كبير، يعني حسيت حالي عن جد إنه ربنا عايزني إني أتقدّر بمكان، أنا ليه عايزة أتبهدل يعني. صح، صح. أنا مش فاهمة. بس بالسنة الأخيرة مرضت والدتي، والدتي مرضت مرضى قوية كتير، خلّتها ما تقدرش تقوم تمشي، يعني كانت عندها تقريبًا شلل كامل، ضلت حوالي 2.5 سنين، فهذا كمان كان له تأثير كتير بحياتي، بس أنا يعني جبت الحديث على هذا الوقت لأنه بنهاية السنة الأخيرة أنا اتخرّجت، قُلت لِك كان المطلوب إني ما أنزلش عن 85، بس أنا اتخرّجت بتراكمي 96، واو! فكنت الأولى على الجامعة، اهم. مش بس الأولى على وكان وقتيها أول سنة كمان يطبّق امتحان الكفاءة، فأنا كمان كنت الأولى على الأردن بالنسبة واو! للصيدلة. واو! فوقتيها بتعرفي إنه بيكون في تخريج والتكريم الأوائل أول إشي، فتم تكريمي أول اسم، وأنا الوحيدة اللي ما كانش معي حد من أهلي. لأنه ماما كانت مريضة جدًا وبابا كان معاها، وإخواني كانوا أصغر مني يعني، فأنا الوحيدة رُحت مع أهل صاحبتي، ولمّا قالوا رزان حسن يعني بتعرفي هم كلهم كانوا زمايلي، فأنا اللي وقتها بكّاني إنه ما كانش حد من أهلي معايا، بس زمايلي اللي كنت كرهانيتهم كتير، كتير أول سنة هم كانوا أهلي بالسنة الأخيرة. عيلتِك التانية أكيد بالضبط. يعني أنتِ ف خدتِ منحة في ثانوي وأنتِ خدتِ منحة في 5 سنين جامعة. 5 سنين جامعة، إمم. هون يعني تقريبًا بصراحة هاي أكتر يعني شي أثّر بحياتي، يمكن بأوقات إني أحس حالي إنه ما باحصلش على اللي بدي إياه بسهولة، لكن ربنا بيرجع
يعني بيكرمني وبيعطيني اللي أنا عايزاه. يعني هذه كان أكبر تجربة بالنسبة لواحد عمره 18 سنة مش متعرض لأي إشي غير إنه بيروح من المدرسة للبيت ومن البيت للمدرسة، ما عندوش أي حاجات، مش شايف بشاعة الدنيا أو مش شايف حاجة بشعة بالدنيا، لأنه الدنيا حلوة هي مش بشعة صح أكيد. صح، في الأول وفي الآخر آه زي ما بيقولوا لكل مجتهد نصيب. الحمد لله، الحمد لله إنه كان هيك، وكملت معايا كمان لما اجيت أقدم على النقابة قالوا لي أنتِ مش أردنية. قلت بلاها وجعة الراس وبلاش قاعد أزعل نفسي زي ما زعلت نفسي أول بكالوريوس، حقدم ماسترز. وقتها كانت الجامعة الأردنية غالية كتير بالنسبة لي، فقدمت على جامعة العلوم والتكنولوجيا. قدمت وأنا مش عارفة يعني إيه ماسترز، يعني ما كنتش عارفة الجهود الجبارة المطلوبة، ولا كنتش عارفة إنه الطالب اللي بياخدوه ثيسس غير الطالب اللي بيقدم comprehensive. بس قدمت. فوقتيها لما قدمت دخلت عند عمادة شؤون الطلبة، وبعدين دخلت عند عمادة الصيدلة. فلما دخلت عند عمادة الصيدلة كان في دكتور هناك قال لي، صار يسألني أنت من أي جامعة؟ قلت له أنا من جامعة الإسراء. يعني كده طلع في النظرة هذه اللي من فوق لتحت، يعني أنت جاية لعنا. قال لي شوفي أنت اسمك إيه؟ قلت له اسمي رزان. قال لي شوفي يا رزان، أنت حتكوني إذا وافقنا عليكِ أنتِ حتكوني يا إما حتفتحي الباب لكل زملائِك اللي بعدِك، يا إما حتخلّي الباب مقفول، هو إحنا إيش بقى، هو إيه بقى الباب المفتوح وإيه الباب المقفول؟ هم كانوا قافلين على إيه؟ هو الapplication لمّا تقدّميه أنتِ بتتنافسي مع أولًا تُعطى الأولوية لطلاب الجامعة نفسها اللي كانوا بكالوريوس، هم إمم، إمم، بكالوريوس إمم. من جامعة العلوم والتكنولوجيا. ثانيًا تُعطى الأولوية لطلاب الجامعات الحكومية الأخرى. ثالثًا تُعطى الأولوية للطلاب اللي جايين من برّا وعلاماتهم عالية. رابعًا واللي ما كانش موجود أصلًا إنه تُعطى الفرصة لطلاب الجامعات الخاصة. بس ما كانش أصلا حد يقدم من الجامعات الخاصة، لأنه أصلا ما كانوش يعني يقدروا يقارنوهم مع طلاب الجامعات الحكومية. فهو كان قصده إنه لو وافقوا علي الجامعة أنا أفتح الباب لطلاب الجامعات الخاصة إنهم ينقبلوا من الصيدلة، إنه ينقبلوا ببرنامج الماجستير بجامعات حكومية، لأنه كمان ما كان في ماجستير بالجامعات الخاصة، ما كان في. هلا حاليا في ماجستير جامعات خاصة. فلما قال لي هيك قلت له طيب أوكي أنتوا شوفوا يعني عادي. الموضوع أنا تعودت على أنا الكلام ده. ياما دقت على الراس طبول، يعني أنتوا أول واحدة وآخر واحدة. فانقبلت، مش بس انقبلت بثيسس يعني أعلى من الطلاب، وانقبلت عند أحسن دكتور، والسنة الأولى كنت الأولى على الدفعة، ولما تخرجت أول واحدة في الدفعة والأولى على الدفعة كمان. وطبعًا وبعديها انقبلوا بعد إمم، كتير طلاب من الجامعات الخاصة آه، فعليا. الحمد لله. الحمد لله. فدي كانت يعني أكيد أنا مش صاحبة الفضل يعني، بس دي خلت ربنا يعني بيسبب في كتير الأسباب. طلاب. بالضبط، وأنا يعني تعرفت على جزء من الطلاب اللي كانوا معي بجامعتي بالإسراء انقبلوا بالماجستير بعدي، يعني إمم. السنة اللي بعدي. لما بدأ الجد يعني وبدأت أفهم الموضوع، لا أثبت جدارتي بكل الحمد لله. أنا يعني. عايزة أسألِك حاجة دلوقتي، أنتِ كنتِ عايزة تدخلي طِب ودخلتِ م- صيدلة، ما م- شاء الله طلعتِ الأولى في الصيدلة، ودخلتِ قُلتِ يالّا بقى أنا ماشية، أنا هاعمل بقى downgrade وأروح صيدلة. هل حبيتِ هل هل حبيتِ الصيدلة لمّا دخلتيها؟ جدا. أنا عارفة إن أنتِ ال الجو الاجتماعي كان بالنسبة لِك حاجة مهمة جدًا ورفع ثقتِك في نفسِك وكنتِ الstar بتاعة الجامعة. الصيدلة نفسها حبيتيها ما حبيتيهاش، إيه اللي حبيتيه فيها؟ جدًا حبيت الصيدلة، بس أنا باقول لِك كان الفضل لدكاترتي وكان الفضل لزملائي، يعني ده اللي حببني بالصيدلة، قبل ما إني أفكر بإيش الصيدلة وإيش هي وإيش إيش يعني الأشياء اللي كسبتها من الصيدلة. هذا اللي حببني فيها كان إنه دكاترتي كانوا جايين من backgrounds مختلفة، معظمهم من أوروبا أو من أمريكا، فكانوا يعني فتحوا لنا أو فتحوا باب يعني واحدة زيي أنا مش جاي غير من البيت على المدرسة ومن المدرسة على البيت، تعرفت على حاجات كتير كبيرة بالنسبة إنه قديش دور الصيدلاني ممكن إله يكون دور، هو مش بس بياع إمم. للدواء، لأ هو عن ما جد. ما أن ما ده اللي أنا باقوله، يعني مثلًا ما تزعليش منّي، هي joke الواحد يقول لك أصل أنا اتفضلي. صيدلة، في الآخر تبيع فوط صحية وpampers ويا عم أنت
ساكنة هو هيك كان ده كمان كان من الأسباب اللي ضايقتني إني أنا ما كنتش عايزة صيدلة، يعني أنا مش بياع. اوكي. بعدين اكتشفت إن البياع ده ممكن يعمل مصايب. صح عرفتي؟ صح. بعدين اكتشفت قديش إنه دور الصيدلاني مسؤولية أساسي، كبيرة. مسؤولية كبيرة. ولما دخلت تخصص الجامعة كان تخصصي صيدلة سريرية، اللي هي كلينيكال فارماسي، اللي هي اللي صيدلة، هي ايه يعني؟ اللي هي صيدلة المستشفيات، اللي هي دكتور صيدلة، اللي هي تخصص دخل جديد من حوالي 15 سنة، يعني مش أكتر ايه من الفرق هيك. بينه وبين الصيدلاني العادي اللي احنا بنروح بنجيب منه الحاجة؟ هذا اللي حقلك اياه. الصيدلاني العادي يقدر يشتغل بالكوميونيتي فارماسي او بيشتغل بالمستشفى اللي جوا، بالصيدليه اللي جوا المستشفى. لكن تم استحداث دور جديد للصيدلاني، وده هو المنطق، وهو اللي موجود برا اصلا بامريكا وباوروبا من زمان، انه الطبيب ما بيقدرش يحسب الدوز اكزاكتلي حسب الايج وحسب الميديكال كونديشن وحسب الدراج انتر اكشن وحسب الاكل اللي بياكله المريض. لكن الصيدلاني قادر انه يعمل هيك، واو. فبقى له رول لحال لوحده، يعني مش الدكتور هو بقرر الدوز مع الدايجنوسز مع كل حاجة، لا، كل واحد له تخصصه. عرفتي واو كيف؟ اوكي. دي اول مرة اعرف فده المعلومة دي. خلاني أقرب للصيدلة، أقرب للهيلث دومين، يعني إذا بدك تقولي. امم عرفتي؟ ما امم عدتش قريبة من الأدوية كأسماء علمية، كأسماء تجارية عفوا، وكميديكال ريبريزنتاتيفز وكذا. لا، صرت قريبة أكثر للميديكال كونديشنز وأعرف أقرأ التحاليل، لأن اشتغلت بمستشفى يعني. واو اوكي. واو فده دي دي معلومة جديدة. يعني لما كنت ببص على ان انت معاكي ماجستير في الصيدلة السريرية، انا ما اعرفش يعني ايه صيدلة سريرية. يعني هو في حد بيبقى انا فكرت بيها ايه؟ حد نايم فهي بتدي له دواء ونايم، انا مش فاهمة. اعذري جهلي لا، هو بالموضوع فعشان صدقيني كده. أنا ده كرهني شوي بالصيدلة، يعني أنا ما بنكر، لأني اشتغلت بالمستشفى لفترة طويلة، والفترة اللي اشتغلت فيها هي مش شغل، يعني كانت ستيج أو التدريب. كان وقتها منتشرة انفلونزا السواين فلو، انفلونزا الخنازير. فكان يعني أول مرة إحنا نسمع، أو يعني بشكل عام بالأردن، يعني إنه نسمع عن الكورنتين وعن إنه يكون isolated البيشنت وكذا. لا، قبل الكورونا بكتير، يعني أنا بقول لك. فأول مرة كان يعني المصطلح ما كانش فاميليار كتير، وما كانش كتير يعني إنه فاميليار إنه إنسان يموت بسبب الإنفلونزا. at certain point زمان في قرون فاتت يعني الانفلونزا فعلا كانت بتموت ناس. هي لا زالت بتموت ناس ولا زالت كما هي، لكن هي بفترات بترتفع طبعا. بالشتاء أكيد بترتفع أعداد المصابين فيها، لكن اللي بيفاجئهم كل سنة إنه هو بيتحور، فيروس الإنفلونزا بيتغير شكله، ما بيبقاش زي السنة اللي قبلها. فإحنا عادة يعني هو أنا مثلا من الناس اللي بشجع على إنه الواحد ياخد الفلو فاكسين ببداية الشتاء، مش اه بس عشان هو يعني عرفتي، هي مناعة قطيع زي ما إحنا بنقول. لو إحنا كتير ناس متطعمين مش كتير بننصاب بالإنفلونزا، مش زي اللي حصل السنة دي كمان. يعني إحنا بدينا بالإنفلونزا السنة قبل بأسبوعين ما يبدأ موسم الإنفلونزا. دي اول سنه بنخش فيها الفلو شوت، دي اول سنه. فانا قلت انا مش عايزه اخد الفلو شوت، انا تمام، انا عايزه قوي. ما كنتش عارفه اني هاخد علقه جامده لمده اكتر، يعني لمده 10 ايام. السلام عليكي. بس اوكي. بس هو بس انت لا يعني بس انت فعليا. يعني من خبرتك تشجعي ان الواحد ياخد الفلو شوت؟ طب يعني عشان المعتقدات واللي انا اعرفه، انت كل سنه بتاخد الفلو شوت دي بتقلل مناعتك، بتقلل مناعتك، انت بتضعف جهاز المناعه بتاعك، ان هو مش قادر يقاوم من نفسه، لازم ياخد حاجه من بره. يعني السائد، لكن ده مش المعلومة الصحيحة للأسف يعني. تمام. مش هي المعلومة الصحيحة. أنت أخذك للإنفلونزا فاكسين له شروط. أولا أنت مفروض تعرف أنه أنت مناعتك ما بتبدأ للفلو إلا بعد ما تاخد الفاكسين ب 14 يوم. هاي أول شغلة. اوكي. ثاني شغلة، إذا واحد أخذ الفاكسين بالبيت وما أخذوش الباقيين، أو أخذوه كل اللي بالبيت وواحد ما أخذوش، حتى لو كانت هيلبر أو أي حد يعني بيدخل البيت وبيفوت يعني بيتنفس بالبيت، فده معناته زي كأنك أنت ما طعمتي حدا بالبيت. اوه واو. ده نمبر 2. اوكي. نمبر 3، انه انت لما تاخدي الشوت، هي الشوت اصلا expired خلص، بعد يعني شهر شهرين من هلا expired، حيطوروا واحدة تانية للسنة الجاي.
كل سنة بتختلف عن السنة اللي قبلها. مم. هم بيدرسوا الفيروس أنه أكتر شكل يعني حيكون مهاجم السنة دي، فهم بيعملوا خلطة لأكتر الأشكال اللي ممكن إنها تهاجمنا. لكن هذا لا يعني إنه الأشكال التانية مش موجودة، في أشكال تانية ممكن تتصابي فيها، وأنت حتتصابي كمان لو تعرضتي لنفس نوع الفاكسين، لو تعرضتي لنفس نوع هذا الفيروس المتحور، لكن حتكون مرضى أخف لأنه جسمك already شكل أجسام مضادة. انت دلوقتي فتحتي في بالي موضوع وعايزة اتكلم فيه معاكي، موضوع بس عشان اختم الموضوع ده، بس لو تعطيني بس ده، انه اللي بيهم الناس اللي بتشتغل بالهيلث دومين، سواء كانوا اطباء او صيادله او ممرضين او كذا، اللي هو مناعه القطيع، مناعه الناس، انه احنا كل ما طعمنا عدد اكبر كل ما قدرنا انه نقاوم الانفلونزا اكتر. وده اللي حصل كمان وقت الكوفيد. مش معناته انت مش حتنصاب بالكوفيد، لكن انت حتساعد بمناعه بلدك ضد الكوفيد. يعني انت من مشجعين الفاكسينيشن؟ لان انا من المشجعين، لان الفاكسينيشن ليه هيترز كتير، بس من الباك جراوند الطبيه بتاعتك تشجع الواحد ياخد الفاكسينيشن، ياخد الفلو شوت. شوفي الكوفيد بس عنا يعني انا فور مي انه عندي question marks عليه، لانه ما صارش عليه دراسات كبيره، لانه ما صارش البوست ماركتينج اللي احنا بنشتغل عليه على كل الادويه. لان في ناس كتير دلوقتي بليف ات اور نوت، حتى عندنا هنا في امريكا بترفض ان هي تدي اولادها المطعومات اللي هي يعني ملزمه من الدوله، فبترفضها، بتقول لك لا انا مش عايزه اديهم فاكسينيشن. وبندخل بقى في نظريه المؤامره وعايزين يموتوا. ايوه وده طبعا كبر اكتر بعد الكوفيد، بعد انتشار الكورونا. بالضبط. وناس كتير بقى قعدت تزور بقى شهادات الفاكسينيشن بتاعتها. يعني انا بالفيلد بتاعي عشان انا ممثله، فاحنا عندنا ريجوليشنز، فانت لازم تاخدي الشوت الاولى والثانيه والبوستر. فكنا ملزمين بيه. فانا اعرف ناس كتير يعني بدون طبعا من غير ذكر اسماء، اللي هي يعني ضربت شهادات التطعيم دي، مش هنا بس سمعت عنها كتير. وحتى عندنا يعني هم بلوموا كتير، وفي حاجات يعني تتفاجئي لما تقولوا لك والله أنا فقدت حاسة الشم وفقدت حاسة الذوق وفقدت شوية من ذاكرتي بعد الفاكسين. دلوقتي بقى كل حاجة بقى دي أنا عشان أنا خدت الفاكسينيشن الناس بس في بروف ما في بروف. تمام، ما فيش بروف. اوكي تمام. ده اولا. ثانيا يعني ده انا شخصيا، انا يعني اذا واحده بقول لك يعني حسب الباك جراوند تبعتي ممكن يكون كلامي خطا يعني، لكن انا حسب ما قرات وحسب ما درست وحسب ما تعلمت وحسب ما بحثت بعدين، انه مطعوم الانفلونزا، مطعوم عفوا الكوفيد او الكوفيد فاكسين هو اللي عليه كويستشن مارك، بس لانه ما صارش عليه دراسات كتير. لكن الفاكسينز كلها اللي قبل اللي اخذناها ابتداء من البي سي جي اللي بناخده بالكتف ده واللي كلنا عندنا وانتهاء بالمطاعيم اللي بتنتهي ب 12 سنه اللي تبعت الجدري وتبعت التشيكن بوكس والحصبه والممبس والحاجات دي كلها قللت جدا من أعداد المصابين. يعني أنت ما بتتخيليش قديش كان عدد الأطفال أو الناس اللي بتموت بسبب البوليو أو الشلل الأطفال، لا هو فعلا كانوا effective. لكن تقولي لي إنه مؤامرة، وإني أنا يعني أنا كأم بقول لك دلوقتي أوكي أنا أحرم ابني مثلا واحد من الفاكسينز عشان ممكن يكون في نظرية مؤامرة؟ لا لا أبدا، ما بقدرش يعني، لا طبيا ومهنيا ولا إنسانيا وكأم ما بقدرش. أنا أعطيت أولادي كافة الفاكسينز، وأنا شخصيا أخذت ال3 فاكسينز تبعون لكن بقول لك الكوفيد انا ما بقدرش احلف عليه يعني زي ما بيقولوا، لانه هو ما فيش دراسات كامله. اوكي بس المطاعيم الثانيه لا في دراسات كتير. لا انتوا اقرأوا بليز، يعني شوفوا الدراسات القارنه، هاي الدراسات مقارنه بنسميها او الكوهورت ستاديز، اللي هي بتجمع مثلا 100 دراسه و100 دراسه، 100 دراسه مع و100 دراسه ضد، وبكل دراسة بيكون يمكن في ألافات الناس المشترك. بعدين بتقيسهم حسب statistical analysis، يعني مش ده هيك يعني بنظرة بيقولوا يلا كويس ولا يلا مش كويس، كلها حسب أرقام وحسب إثباتات وحسب نتائج محددة. فكل الدراسات أثبتت إنه الفاكسينز إلهم أثر فعلي إيجابي. يعني مش مؤامرة، يعني محدش لا متربص لنا خلف الجدار أبدا ينهي البشرية.
ما فيش من الكلام ده. ابدا ابدا، كلنا اخذنا الفاكسينز وكلنا ما شاء الله على العال وكله تمام. وانا بقول لك انا يعني كأم يعني مستحيل اخذ قرار زي ده اني ما اعطيش ابني الفاكسين. دلوقتي احنا اتكلمنا في الصيدلة والباك جراوند اللي احنا قوي. الكلام ده، واديناه حقه كفاية. عايزين نعرف ايه اللي حصل بعد ما اتجوزتي، غير حياتك بالطريقة دي، ايه اللي خلاكي تطلعي من الباك جراوند الأكاديمية تنقلي على الطب الشمولي؟ تمام. أسئلة كتير، أنا هديكي المايك مرة تانية ونعرف ايه اللي حصل معاكي بعد ما اتجوزتي وايه المراحل اللي مريتي بيها. ديانا، أنا بعد ما كنت سنة أولى بالماسترز تعرفت على زوجي على الإنترنت على الفيسبوك. هو كان من لبنان وإجا وتعرفنا بعض هون وخطبنا، وبس خلصت الماسترز بعد سنة تزوجت كان عمري تقريبا 26 سنة، وسافرت على لبنان. وكانت بالنسبة إلي على المستوى الإنساني إنه هاي فرصة لا تعوض، إنك تبدي حياتك من جديد بمكان جديد، تبدي علاقاتك from scratch. أنا قعدت 8 سنين بلبنان، جبت فيهم راية وجعت. ما كانت كمان الحياة إيزي لأني كنت لحالي يعني معظم الوقت، لأن جوزي بيشتغل صحفي وبعيد. بس يعني كانت experience جديدة علي، مش سهلة. في وقتها ما كنت قادرة أترك أولادي. باختصار اخترت إني أضلني بالبيت مع أولادي، فاشتغلت بالترجمة. اشتغلت سنين طويلة، ولهلا أنا بترجم صراحة. من الترجمة انتقلت تعرفت على ناس بيشتغلوا على الباتنتس، براءات الاختراع، ناس بيشتغلوا على ريسيرشرز، ناس بيشتغلوا بالقطاع الطبي بيكتبوا مقالات طبية. فهون صار عندي يعني diversity بالاكسبيرينسز بالكتابة. وكان حتى شجعوني مرة، إشي قلت لك بالتوست ماسترز كان حكوا لي، ومرة شجعوني كمان قالوا لي في مسلسل اسمه عايزة اتجوز فلان انا عايزة اتطلق مش عايزة اتجوز. انتي أس- استني شوية ارجعي كده ورا. قالوا لك تشاركي في عايزة اتجوز وقلتي لا؟ قالوا لي شاركي بالكتابة، يعني انه اه. بكتابة المقالات الحلقات على الاساس الاشياء اللي كنت اكتبها. وقلتي لهم بس لا؟ يعني مش كده، اي. بس ما كنتش يعني ما كنتش عارفة الفرصة اللي ضيعتها. يا إلهي. تخيلي انا كنت اكتب يعني هو من حياتي الواقعي، بس انا كنت يعني احب هذا الستايل، انه يعني اللي بيكتب عن حاجة بتضحك بتحصل يعني معاه بتكون حقيقية لانها مم. بتضحك فعلا، لانها حقيقية فعلا، عرفتي؟ وانت بتحكيها من غير يعني ما تجمليها او بتكتبيها يعني بطريقة المضحك المبكي يعني. فمر هدول الثمان سنين، بس انه كانت نهايتهم ببداية الكورونا بال 2020، 4/8 2020 صار انفجار المرفأ ببيروت. أكيد. أم. احنا كنا قريبين كتير، يعني باعتبار نحن من ضواحي قلت لك بيروت، يعني مش من بيروت نفسها، بس انه نحن يعني هو صدقيني عن جد يعني الله يرحم كل اللي ماتوا، الله يعني يعين الناس اللي لساتها متأثرة من هداك الوقت. لكن هاي اللحظة ما بتروح من بالي كيف إشي شفطنا شفط. يعني هو انفجار كان لدرجة إنك أنت مستحيل تتخيلي إنه إشي عادي. يعني أنت هي أطنان، يعني أنا بعرفش قديش بالضبط، بس هو في إشي شفطنا، عرفتي؟ مش بس صوت، هو في حاجة هزت شعرنا، هزت البيت كامل، هزت الأزاز، عرفتي؟ واو. فكانت يعني لحظة مرعبة جدا، يعني أنا ما بتروحش من بالي، ما بتروح من بالي. وقتها بس بعد ما صار الانفجار أعلن حالة طوارئ بلبنان وسكروا المطار. ضلوا فترة طويلة وهم قاعدين بيطلعوا، مش قادرين يطلعوا الناس أو يطلعوا البقايا والأنقاض والأشياء اللي صارت. فوقتها بعثت الأردن ميشن عسكرية عشان تجيب الأردنيين من لبنان. لكلي يعني أول مرة كان الحظ بيلعب دور بس معي. انتي مش أردنية، انتي ازاي طلعتي في بقول لك مهم. كنت قاعدة واحدة صبية كانت معي بالتيم الكتابة الطبية، كان لهم كان يعني أخوها بيشتغل بالبعثة الأردنية اللي بعثوها. فقالت له إنه صديقتي موجودة هناك وساعدني وقتها. هو حطيت اسمي. طبعا هي كانت مساعدة إنسانية يعني يعني أنا ما أخذتش دور حدا ولا إنه كذا، لأنه أنت ما بتتخيليش الإجلاء الإجلاء بحالات الكوارث. ما بتفوتي طيارة وبتقعدي وتحطي سيت بيلت، انت بتفوتي طيارة عسكرية، يعني هي ما فيش غير تمسكي حاجة من فوق وما فيش اصلا لجج ولا في حاجة. يعني قالوا لنا بتجيبوا بس شنطات الايد. يعني انا كان فعليا معاي بس
بيجامة لجد بس، ما كانش معي إشي تاني. لما يكون إجلاء بحالات الكوارث ما بتكوني طالعة طيارة عادي، فبتكوني طالعة طيارة عسكرية ما فيها سيتس، فيها بس تمسكي هدول الهاندلز عشان ما توقعي. فأنا كان معي جاد عمره 3 سنين، رايا حوالي 6 سنوات، وزوجي. وممنوع تاخدي معك أي إشي أغراض، فبس يعني شنطات الإيد. يعني رايا كانت حاملة الباك باك تبعها، وأنا حاملة شنطة فيها بس بيجامة لجا. ووقتها كانت بداية الكورونا، فإحنا كلنا حاطين ماسكات. لكن تتفاجئي لما تطلعي بطيارة إنه أنتي طيارة زي كأنك طالعة بالباص، سوري يعني أنتي ممكن تخبطي باللي قدامك واللي جنبك. فأنا قلت إذا ما متنا، وكان شوب يعني نحن بنحكي عن أوغست، فأنا قلت إذا ما رحناش بالكورونا حنروح تيفوئيد او او سالمونيلا او شيجيلا، اي حاجه زي دي، لانه شوب كتير واحنا جدا عرقانين وتعبانين. والناس ما بتعرفيش يعني، ما حدش عارف حد يعني، كل عيله بس ولا تكون جنب بعضيها. وكل شوي يطلعوا لك هدول اللي بيرشوا بيكونوا اسود وبيرشوا عليكي. فكان جدا الوضع صعب. وطلعنا الساعه 6 الصبح من البيت من لبنان. وقتها سكرت الباب وهاي الجملة اللي أنا دائما بحكيها، أنا سكرت الباب وما طلعت وراي. لأنه كنت عم بطلع بس قدامي، إنه ولادي قدامي ما بدي أطلع وراي. خلص هذا البيت اللي استنيته واللي عمرته واللي كان لي 4 شهور بس سكنت فيه، ما رح أطلع عليه. حملت حالي ومشيت. طلعنا 6 من البيت، وصلنا مطار ماركا لأنه المطار العسكري. وصلنا الساعة 8 المساء. تخيلي يعني، هي الرحلة ما بتاخدش 50 دقيقة من بيروت على امم عمان. لكن 12 ساعة. الإجراءات، واو. الإجراءات أخذت وقت كتير. فلما نزلنا قالوا لنا أنتوا قسمونا، قالوا لنا اللي عايز ينزل أنتوا حتنحجروا، اللي عايز يروح 5 ستارز يقول، واللي عايز 4 ستارز يقول. كل فلوسي كانوا عند أهلي، فكان لي مبلغ يعني. فقلت له 5 ستارز، مش بس 5 ستارز، عايزة غرفتين كبار. قد ما تعبنا وقد ما كنا يعني جدا منهارين. فنزلنا ب 5 ستارز، بس الكورنتين هو كورنتين والايزوليشن هو ايزوليشن، لانه انت قاعده بغرفتين مع بعض. لكن ممنوع تشوفي حد، حتى الاكل بدقوا لك على الباب وبحطوه بكيس قدام الباب. اهلي ما شفتهم 14 يوم، كانوا يجوا بالسياره يعملوا لي باي. المهم بس طلعنا من الاوتيل، كان في كمان تطبيق تاني أو بروسيجر تانية، اللي هي كانت السوارة الإلكترونية، اللي هي إنه بتعمل فيها GPS. ممنوع إنك تطلعي من المكان اللي أنت فيه. يعني أنت طلعتي من الأوتيل بس ممنوع تطلعي من البيت. فبرضه قعدنا 14 يوم. كانت بدأت المدارس، يعني انت نطرت قعدتي لحد شهر كامل في الكورنتين؟ شهر كامل. 28 يوم. حتى بعديها شالوها هاي قصة السوارة، بس أنا يعني كنت من المحظوظين على البداية. المهم بس طلعت دغري، رحت سجلت الأولاد بالمدرسة وخلاص انتهت الحياة بالنسبة إلي. كان يعني كنت حاسة حالي قادرة أوقف لحديت المرحلة هاي. خلص أكثر من هيك ما كان عندي يعني قوة، لا بدنية ولا نفسية ولا بالتفكير بالأولاد ولا أمل بالمستقبل ولا أي حاجة. أنا جيت من مكان معيش ولا حاجة، وجاي على مكان ما فيش عندي ولا حاجة، وجايبة ولدين معايا ما ذنبهمش إشي بالحياة. وهيك يعني خلص يعني هو أنا بتخيل هلأ صرت بعرف إيش معناته، إنه كان في فريزنج عندي. خلص ما عاد عندي أي إشي ممكن أعمله. لتشوفي إنه ربنا هو اللي بيختار يعني الحاجات، مش إحنا دايما مخيرين. مرات لا، نحن بنكون مسيرين. أنا كنت كل سنة بنزل على الأردن بال8 سنين. كنت أقدم على شغل، أحاول إني أشتغل بالأردن عشان ننتقل من لبنان على الأردن، ما كانت تزبط. سنتها قدمت وانقبلت. دغري. بس أنا كنت تعبانة نفسيا جدا يعني، ما كنت قادرة. بس اللي هونها علي إنه كان الوركينج فروم هوم، كنا يعني ريموتلي. طبعا الأولاد داوموا أسبوع زمان وبدت رجعت الكورونا أشرس من قبل، وصار كله أونلاين، الشغل ريموتلي. قعدت شهر عند أهلي، وبعديها دغري دورت على بيت قريب، قعدت بنفس البناية مع أهلي. أجرت استأجرت.
وهون بدأت رحلتي إشي جديد. يعني كنت وقتيها جاية يعني إنسانة شبه محطمة، لأنه يعني كل إشي راح بالأحلام، كل إشي راح مع الكورونا، كل إشي راح بذكريات أولادي. حتى أولادي ما عرفت أعملهم ذكريات. اشتغلت بمكان كان اسمه طبي دوت كوم، بس هو موقع للاستشارات الطبية. فعليا كان عدد الصفحات قليل جدا. أول ما دخلت كانوا حوالي 30 300 صفحة، ولما استقلت كان عدد الصفحات اللي طالعة أونلاين 2 مليون صفحة. أنا كنت الكونتنت مانجر، فأنا بعتبرها هاي كانت نجاح كتير بالنسبة لي. لكن لأني دخلت مجال شغل فيه تعب كتير ولم أكن قد تشافيت قبل. ليش هو المفروض أنت تتشافي فعليا؟ يعني عن جد يصير الهيلينج، وإنك تاخدي وقتك بالبين، تاخدي وقتك بالجريفينج، وتاخدي وقتك مع أولاد إذا في أولاد، وتاخدي وقت لتستوعبي الكارثة اللي صارت بالعالم. إحنا صح كنا قاعدين بس إحنا ما كنا مستوعبين. في فرق بين تكوني موجودة وبين ما تكوني مستوعبة. دخلت بنفسية سيئة، يعني ما كنت مرتاحة. كان كل يعني اهتمامي انقلب على الشغل. صار الشغل يعني صار كل تركيزي على الشغل، وأبدعت بشغلي. ما بنكر إني ما أبدعت، إنه خلال فترة قصيرة صرت سينيور مانجر. والحمد لله كان وضعي كويس المادي، وحتى بالشركة أثبتت وجودي، وقدرت إني طلعت ورك بيرمت والإقامات. لكن أنا كنت تعبانة. وإمتى بين التعب؟ بعد سنتين صار عندي بين شديد. صار عندي بين يبلش من هون، من راسي، من عند الروتس تبعون شعري. تخيل احكي لهم شعري بوجعني. واو. لا داني، لا راسي، لا أسناني، لا الفك عندي، لا رقبتي، لا كتفي، لا نهاية إصبع القدم من الجهة الشمال، الجهة اليمين ولا كأنه صاير إشي. طبعا هذا كان تأكيد إنه الموضوع كان عصبي نفسي أكثر من ما هو فيزيكال. ما خليت ولا أي فحص ما عملته، ما خليت ولا أي صورة ما عملتها، ولا أي تشخيص ما خليت، ولا أي طبيب ما رجعته. حتى وقتها صار عندي كتير وجع بسناني، لدرجة تخيلي إني ركبت تقويم. هاي كمان كانت من المفارقات اللي بتضحك، لأنه وقتها صار يقول لي إنه أنت عم تشدي كتير، خففي. أحكي له شو اللي أخفف؟ قال لي، يقول لي ستريس. طب كيف؟ ما بيعرف. فهاي يمكن أصعب إشي اللي خلاني ديانا أوصل للمكان اللي هلأ بدنا نحكي عنه، اللي هو إنه ما كنت عارفة إيش يعني خفف ستريس. المهم بعد وطب جهد دلوقتي جهد. ام سوري تو انتربت، دلوقتي انت بالباك جراوند والاكاديميه بتاعتك والحاجات اللي درستيها، انت مخلصه 5 سنين صيدله ومعاكي ماجستير وبتقري انه لسه بتشتغلي في المجال، ما قدرتي، ما فيش حاجه كانت ممكن تساعدك من المعلومات اللي اوريدي كانت عندك في تحسين حالتك النفسيه والجسديه؟ لا. لا. تعرفي ليش؟ مهم. لأنه أصعب شغلة على الواحد إنه يكون مريض وتقولي له هذا الحل، بس هو مش قادر يعمله. ليه ما كنتش قادره تعمليه مثلا؟ لأنه أنت تخيلي الإنسان فايت بديبريشن أو فايت بتروما، وتقولي له قوم وافتح الشباك وطلع الدنيا والشمس. هو مش شايف هاي الأشياء، مش انا قادر يصحى، انا مش قادر انا يطلع. انا فاهمه الكلام ده. ما فيش اي كيميكال، ما فيش اي وصفه نو. طبيه. ما فيش وكان كله بس أدوية مسكنات. هون صار التشخيص، بس عشان مسكنات. أخذ اوكي. إيش التشخيص كان اسمه فايبروميالجيا. الفايبروميالجيا هي اسمها بالعربي التليف العضلي المزمن، فهو بيكون بين ألياف وبين عضلات، يعني أوجاع عضلات ملهاش تفسير. غالبا بيحدث عند النساء. صار جديد دايجنوسز كتير، صار وورلد وايد دايجنوسد. ليش؟ لأنه صار في حاجات انه بيعملوا كل الفحوصات وما في اي شيء، لكن في وجع عضلات. فهو ما في تشخيص، يعني ما في بروسيجر معينة عشان يشخصوا هذا المرض. هو اكسكلوجن، يعني هي ما عندهاش ديسك، ما عندهاش مرض كذا، ما عندهاش كذا، ما عندهاش كذا، فاذا خلص هي ما عندهاش غير فايبروميالجيا. يعني يعني وبيجي الدكتور بيجرب فيكي، هيشوف ايه اللي هينفع وما ينفعش. بالضبط. ودكتور الأعصاب يقول لك شو في عضلات، والعضلات يقول لك شو في مفاصل، والمفاصل يقول لك شو في عظام. وكذا. ونفسي يقول لك روحي شوفي معالج، وروحي اعملي فيزيوثيرابي، وعملت كايروبراكتس، وعملت ايش بدك كمان، عملت حجامة، عملت 40 سيشن فيزيوثيرابي، وعملت أكثر من 20 جلسة حجامة، وعملت تنويم مغناطيسي مرتين، ورحت عند دكاترة عظام يمكن 4،
ورحت عند دكاترة مفاصل 3، ورحت عند دكاترة نفسيين 2، ورحت عند دكاترة أعصاب 1، وما حدا منهم كل كان ده يعطي. وانتي صيدلانية وبرضه ما وانا عرفتي؟ صيدلانية، وجربت التيبيكال والاتيبيكال، يعني جربت الاشياء التراديشنال والطب البديل والالترناتيف ميديسن، وجربت الادويه، بس كانت كل الادويه فقط ترخايه عضلات، فقط ترخايه اعصاب. فكانت اصعب الي، انا ام وانا عامله وانا مسؤوله، واذا انا وقفت يوم واحد ممكن أوقف عن وجودي بالبلد ومستقبل أولادي معي بورقة، يعني عرفتي كيف؟ يعني كل ده انتي فحديت. كنتي بتعالجي الأعراض بس، انتي بتعالجي بس أعراض؟ بالضبط. اوكي. بالضبط. بالضبط، هي بتيجي دائما، يعني هي الفايبروميالجيا هلا انا بديت افهمها اكثر، انه هي بتيجي بعد يعني سنوات من البين ومن التعب النفسي والتعب الجسدي. يعني ما خليت اشي مع مشدات حتى بقعدة اللابتوب. كنت اقاوم عشان ما ابين لحدا اني مريضة، كنت عملت كتير جلسات مصل ريليس، ما خليت اشي يعني ما عملته. دلوقتي انتي كنتي في حالة نفسية سيئة زي وجسدية، ازاي؟ هل ده أثر على شكلك، على وزنك، على البرودكت؟ ايه كان وضعك الشامل في الوقت ده؟ هلا شوفي، انا عندي قناعه انه شوفي لما بتشتغلي انت يو ويل مس سمثينج، او يعني حتدفعي الثمن بناحيه، يا اما حتدفعي الثمن تجاه اطفالك، يا اما حتدفعي الثمن تجاه نفسك، يا اما حتدفعي الثمن بشغلك ما تكونيش مبدعه، يا اما حتدفعي الثمن سوشيالي انك ما تكونيش كتير سوشيال وعايشه الحياه اللي انت عايزاها. نتيجه لشغلي ونتيجه لوضعي النفسي ونتيجه لوضعي الجسدي، خسرت بعض الاشياء. واحده منهم كانت الالم، ثانيا كانت زيادة وزن المفاجئة، إني أنا كان مفاجئة. وزني 40 ل 44 كيلو ماكسيموم، يعني أنا كنت أولد أولادي يعني 9 أشهر كان ما يطلعش وزني عن ال50، عرفتي؟ ففجأة أنا طلعت 25 كيلو. وبعدين صاروا أكثر من 25 كيلو، صاروا 30 كيلو. فكانت النظرة بعد ما أنا طلعت من الكورونا وبدأنا نرجع نشوف الناس، وانتي اصلا كانوا سفيفة، يعني صحباتي. انتي حجمك يعني قصير، انتي انا عارفاكي صنطوطة. صح. فتخيلي أزيد 30 كيلو. فكان لما حدا يشوفني من صحباتي أو من الناس اللي نعرفهم، كان هيك يعمل يعني شايفة النظرة دي كانت كفيلة بأنها يعني مش تدمرني. مضطرين يقولوا اي حاجة، خلاص انت شفتي الهلع على شكلهم. بالضبط. لأني مش أنا أبدا، مش رزان يعني. فزاد وزني قوي، بعدين صرت أتفشش بشعري. أقصر لحديت ما صار آخر مرة قال لي جوزي المرة الجاية بتيجي بتحلقي شعرك معي عند الحلاق. لأنه قصرته على الآخر، لأنه كان عندي كتير شعري كمان عم يوقع، كانت رقبتي هيك. هو مش نصاحة بس ديانا، كان في ووتر ريتنشن. واو. أنا بعدين صرت أفهم إنه هذا كان من كتر البين ومن كتر ستريس. أوكي، لأنه البين اللي كتير بعدين هيك بيقلب السوائل اللي بتتحبس بجسمك، والعواطف اللي ما بنعبر عنها كمان تتحبس بجسمنا as weight و as fluids. مهم. فبتذكر انه يوم كنت مارقة بالكوريدور بمكان ما بشتغل، ففي مراية، فوقفت هيك وطلعت، حسيت حالي عمري 100 سنة. واو. وحسيت اني كتافي هيك، وحسيت انه شكلي كلني قاشط لقدام، حسيت انه عن جد عمري 100. وحسيت عيوني هيك منفخين، رقبتي، بطلع حالي هاي أنا مش مستحيل أكون هاي أنا. نفس اليوم اتصلوا فيي من مدرسة جاد ابني، قالوا لي إنه الولد كتير صار أجريسيف، وإحنا مش قادرين إنه نقدر نضبطه أبدا، والولد أكيد في عنده عم يعاني من إشي، في عندكم إشي مشكلة بالبيت. قلت له أنا ما في مشكلة، ما عندنا يعني خناقات وكذا. بعدين قالت لي يعني انت امتى بتشوفيه؟ قلت لها انا صراحه يعني يا دوبك بشوفه، انا برجع 8 بصحى البيت. قالت لي يعني بكون نام؟ قلت لها تقريبا. قالت لي بينام جنبك؟ قلت لها لا، بينامش غير مع ابوه. قالت لي معناته الولد يعني فاقد شعور الام. لما حكت لي هيك حكيت يعني سبيت على الفلوس وسبيت على الشغل وسبيت على احساسك ان كل انا الاشي. ميبي تبرد، وحسيت ان انت يعني ربنا يديك صوت، حسيت انت يتمتي ابنك وانت عايشة. بالضبط.
إمم. حسيت حالي إني هذا الثمن. أنا كنت عارفة إنه في ثمن، وكنت عارفة إنه صحتي الثمن، بس لما كان صار ابني الثمن هون استصعبتها كتير. إمم. نفس اليوم كمان جانا إنه كانوا بيوزعوا فلايرز على إنه في مكان قريب من مكان شغلنا بيعملوا مديتيشن سيشنز. قلت يا قلت خليني أروح أحضر هذا المديتيشن اللي بيحكوا عنه إنه برخي، وخليني أشوف إذا إني برتاح. أنا بالكورونا عملت شوية يوغا، وكان عندي شوية باك جراوند عن اليوغا وعن المديتيشن، بس ما كنت يعني، كان كله أونلاين وكله هيك. فرحت حضرت جلسة مديتيشن، حبيت الموضوع. ورجعت على البيت صرت أدور لقيت إنه هاي العلوم كلها جاي من إشي واحد اسمه أيurveda.